مشيت ناحية بيوت القرية وانا مرعوب وجسمي بيتنفض من كتر الخوف، وانا ماشي في طريقي قابلت شيخ وحكيت له كل اللي حصل معايا. الشيخ قال لي اهدى وراح معايا البيت، بس لما وصلنا كانت كل الحجارة اللي اترمت عليا اختفت. الشيخ بدأ يتجول حوالين البيت وهو بيقرأ قرآن، بس مفيش حاجة حصلت. الشيخ بصلي وشك في البداية اني اتجننت او جايز تهيؤات، بس فجأة في حجر جه ناحيتنا وبسرعة الحجر خبط في راس الشيخ. الشيخ صرخ بشكل جامد من شدة الألم. ساعتها سمعت صوت ضحكات جاية من بره السور. الشيخ كان واقع على الأرض والدم بيسيل من راسه، وفي جزء من الثانية شفت سيدة قاعدة على السور وبتهز في رجليها وبتضحك، وفي لحظة واحدة اختفت. نصيحتي لك يا صديقي إياك ثم إياك ثم إياك تدخل بيت مهجور من فترة طويلة من غير ما تقرأ أذكارك، عشان ما يحصلكش نفس اللي حصل لصاحب قصة اليوم. وبدون إطالة عليكم يلا بينا ندخل في تفاصيل القصة. صاحب القصة يقول: أنا اسمي عبد الرحمن، عندي 35 سنة. خليني أعرفكم على نفسي